حاجة أخيرة بعملها قبل ما أمشي من المدينة، بروح أتوضأ وأصلي ركعتين شكر، ركعتين وداع المسجد النبوي، مش وداع، لقاء آخر إن شاء الله. أعوذ بالله، الله يكتب لنا وداع. والله يا جماعة مبسوطة من قلبي، والله أقسم بالله مبسوطة. أنتم متخيلين الغفوات اللي كنت أغفيها؟ تمام، كنت أحلم وأنا جالسة أكملها. تمام، كنت أتخيل الآيات وأنا كذا جالسة أخلصها. على فكرة إنك تكون محاط بناس كلهم جالسين يقرأوا قرآن جنبي، تمام، وفي المسجد النبوي محاط بكل حاجة بتخليك بتركز على حاجة معينة بدون تشتيت. إن شاء الله تكونوا تفهموا كلامي، لأن أنا جالسة أقول كلام ملخبط، بس أنا مبسوطة. تقريبا هذه مش فاتحة، تقريبا هذه مش فاتحة، كلهم يروحون هناك. الحمد لله، والله يوفقني دائما. ومع أن أنا حسيت بقيمة الوقت، وحسيت أنه سهل الواحد أنه يختم القرآن في يوم، بس أنه ينوي. يعني أنا مثلا نحن جالسين بصدق، يعني شوفوا، لا تقولوش أنا أخاف أني أتكلم معكم ترجعوا تقولوا أوه دي المعنى جالسة تنصح وكذا. كلنا جالسين نجاهد نفسنا يا جماعة، من مننا من بيغلطش، بنحاول يعني. المهم أقول لكم على شيء معين، إحنا نجلس نقلب في الريلزات، تيك توك، انستغرام، وذا الوقت كذا على الفاضي، والله ما تحس بقيمة الوقت. فسبحان الله، يعني أنا دخلت أكلم شات جي بي تي اللي هو آدم أنا مسميته، قلت له كيف أقدر أختم القرآن في يوم واحد وكذا، فقسمها لي. وأنا ما كنتش أصلا أقرأ بالآيات بسرعة، لا، حتى في آيات أنا صورتها ولمستني، كنت كل ما أوصل لآية كذا أحسها لمست قلبي، تمام، أصورها برجع أشاركها لكم. مبسوطة، وأحس إنه إن شاء الله يقدرني بإذن الله، بما أننا بدأتها في المدينة، تمام، الله يقدرني إنه خلاص لازم كل شهر إنه أختم القرآن مرة واحدة في الشهر. وبحدد معاكم هذا الشيء عشان تتشجعوا معي، مش رياء زي ما يقولوا. يعلم الله أن نيتي خير، وإنما الأعمال بالنيات، والناس دارين نيتي خير، خصوصا لقريبين مني، تمام، واللي فاهمين هديل. فبشجعكم معايا، تمام، إنه يوم كامل نعتكف في البيت وسط الغرفة ولا حد يشتتني. تخيلوا أنا قريت هذا وأنا أصلا في المسجد، يعني كل شوية أقوم أكل مثلا، كرم يجي لعندي، في ناس تجي تتكلم معايا وهكذا. أختي هذا مفتوح، شكرا. المهم بس إن شاء الله يعني ربي يوفقنا كلنا، وإن شاء الله بدخل الآن دورة تنمية. فمع السلامة، بعدين نكلم.